البداية من طرفايا، وفي إطار تعزيز البنيات التحتية وتجهيزها، تم أمس إعطاء انطلاقة توسيع وتثنية الطريق الوطني رقم 1 الرابطة بين مركز أخفنير ومنطقة خنيفيس على طول 35 كيلومترا، وكذلك مقطع آخر يربط الطاح بطرفايا. التفاصيل في روبورتاج الحسن هبان ويوسف ويشو. مقاطع طرقية متعددة لا تزال تهدد سلامة مستعملي طريق الجنوب بفعل ضيقها والحفر المنتشرة على حافتها الحادة. سائق الشاحنات يسكنهم الأمل بإصلاح هذا الشريان الحيوي في أقرب وقت. الطريق كاملة ضيقة شوية، وكاملة في الكوطمة، وكاملة محفرة شوية، وفيها السكوس، وخاصة تصاوب شوية مزيان، وحنا ديما فيها خاصها تصاوب مزيان. من السبخ التازه الى العيون مكرفسه شويه، فيها السكوس وضيقه وفيها الكوطمه عاليه، ونتمنى من الله يكون ان شاء الله خير. أشغال تثنية مقطع مركز الطاح وأخفنير أعطيت انطلاقتهم أمس على طول 25 كيلومترا و35 كيلومترا في أفق توسيع وتقوية الطريق الوطني رقم 1 بأكملها. هاد المقاطع الطرقيه او المسارات الطرقيه هي مهمه، سواء هي اللي كتمشي اقليميه او جهويه ولا وطنيه، وبالتالي حنا طلقنا الان واحد الدراسه مهمه اللي كتمشي من قلميم حتى الحدود الكركارات، دراسه باش نشوفوا شحال الكلفه ديال توسيع هذا المقطع لانه مهم. توسيع وتقوية هذه الطريق سيؤثر إيجابا على مردودها الاقتصادي، سيما وأنها الجسر الذي يربط المغرب بعمقه الإفريقي.